اقول لكم هو منو فاز، ريال ولا برشلونه؟ شو برشلونه الفايزين وريال مدريد وجمهوره يضحكون على برشلونه، لان لقطات المباراه كلها ريال مدريد. يعني مثلا مبابي نزل بدقيقتين سعى الوسخ مالتهم اللي هايطون بيه وخلاه نايم على وجهه وضحك العالم عليه. مثلا فالفيردي من كتر رافيني، مثلا بيطري بذيك اللعبه مشلب بدريس فينيسيوس يريده، وهاللعبه مشلب بدريس رودريجو. يا اخي ماكو متجر؟ والله روح اشتري، كل لعبه مشلبين ما تستحي، مو عيب؟ والقران انت اسمك وينفخون بيك على الاقل من اجل النفخ اللي نفخوك اياه. استحي يوميا مشلب لك بدريس واحد، ما يبيعون دريسات؟ لا والله عيب، احترم نفخك يا اخي، احترم المصرع مالتك. اما هدف فيني صدر مواقع التواصل الاجتماعي بقد ما ضحك على برشلونه وطب لهم للمطبخ وطب لهم للحمام جوا. كف لاعبين برشلونه كلهم وضحك عليهم وسجلوا لهم جولين هم جول مثل هذا، مو مثل هدف رافينيا الشاقه اللي يزلق ويضربها ويطق باسنسيو وتغير اتجاهها ويطق بدل فيلم كرتون. هي ما شاقات. جلادهم كيليان مبابي لو نازل من البدايه، وهاي الفرص ضاعت الخمسه الانفرادات السهله اللي لعبوها باصات للحارس لاعبين ريال مدريد، كان على الاقل سجل منهن 4. لان مبابي معميل برشلونه وجلادهم بتسع لعبات مقول عليهم 12 هدف. فانتم حمدوا الله وشكروا. وثانيا بعد رب العالمين الونسو اللي ما نزل صقاركم وجلادكم مبابي. فانتم رغم فوزكم الشاقه والفلوق والحظ وفرق هدف واحد على قولتكم، ايش بيكم مكيفين؟ ذاك اليوم اللي فزنا عليكم 2-1 فايزين 2-1 هو فرق هدف، تريدون نفوز عليكم 8 وفوق لان فريقكم عرض بعد دور ثمانيات، يعني ما تمض بهذا الفوز القليل. فانت الفايز ورغم فوزكم الجمهور المدريدي ضحك عليكم. ومو بس هذا الضحك قادم بدور الابطال والدور الاوروبي والثمانيات. وبالمناسبه اللي سماكم نادي الضحك هو اني وليس غيري. خاف اكو ناس دا يستخدموها. اني اول من اطلق نادي الضحك على اي اختراع، اي بكيفي اختراع، اي انا مخترعه. اول من اطلق لقب نادي الضحك على برشلونه هو قيصر راموس. ورجعوا للهاشتاجات وللمنشورات وراح تعرفون متابعيني القدماء يعرفون انا سميتهم نادي الضحك. واكو ولد ياخذوها ونشروها هسه ماكو مشكله اذا هم مدريدين، بس لا تنسبوها لنفسكم. ترى هذا حقي، الطبع والنشر من عندي، هذا حقي. انا سميتهم نادي الضحك، وانا سميتهم ولد الصفري، وانا سميتهم ولد الدوري الاوروبي، وانا سميتهم بياعين التذاكر.